يسعد اوقاتكم مستمعي اذاعه بويرة فام. مكملين معكم بفقرات عطر الصباح. وصلنا للفقره الحواريه يلي رح نتحدث فيها عن القلق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليوميه، مع اختلاف حدته التي تتغير من شخص لاخر، فهو يساعدنا في تنظيم حياتنا والتحكم فيها. لكن مع تزايد ضغوط الحياه واعبائها الكثيره، يتحول احيانا القلق إلى معاناة مرضية مزمنة تؤثر سلبا على الصحة، خاصة في الظروف التي نمر بها في الوقت الحالي. لمعرفة أسباب القلق وأنواعه ومعلومات أوفى عنه أيضا، مع ضيفنا عبر الهاتف المعالج النفسي في منظمة جيان فونديشن، هيثم بوزو. يسعد صباحك أستاذ هيثم. صباح النور، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك وجميع المشاهدين المستمعين والمشاهدين. بداية، هل القلق هو مرض؟ هلا بداية نوضح للمشاهدين يعني المستمعين استخدام كلمة القلق هو التعبير عن المشاعر. نعم. عدم الارتياح، مثلا حذر، خوف. إذا هي المشاعر، عدم الارتياح والحذر والخوف، نحن بنستخدم القلق بديل عنها. يصنف القلق إلى نوعين أساسيين: نورمال أنزايتي، القلق العادي، وفي عنا القلق المرضي. هلا أول شيء نحن نحكي على القلق العادي، هو أقرب إلى الخوف لأنه مصدر معروف لدى ذهن المصاب، لأن مصدر الخوف معروف لدى ذهن المصاب، وهذا النوع مرتبط بالبيئة يطلق عليه بالقلق الموضوعي. هلا القلق يعني هي ظاهرة طبيعية وجودية ترافق الإنسان منذ الولادة حتى الموت. وعلى الرغم من أننا نجد مشاعر القلق مزعجة لنا، لكن القلق يلعب بحد ذاته دورا إيجابيا محفزا. إذن تفضل. وهو ينبثق من استجابة الإنسان البيولوجية والطبيعة التطورية، وهي مثلا قاتل أو أهرب. إذن دعنا نتعرف على أعراض القلق. هلا قبل ما ننتقل نحن على أعراض القلق، نحن نوضح للمشاهدين القلق هو أمر طبيعي مثل ما حكينا. ايمت بينتقل إلى قلق مرضي؟ نعم. لما بيكون الخوف مبهم المصدر، أي مصدره غير معروف والمصاب به لا يدركه. نعم. فكل الذي يحدث أنه يشعر بخوف غامض وغير محدد. هون بيصير لازم نحن نتدخل ويعالج حاله. أما بحالة النورمال أنزايتي، القلق العادي، فشيء طبيعي، وقلق هو مو مرض، قلق شيء طبيعي محفز وشيء منيح. أما بالنسبة للأعراض، يعني هو في عندنا نحن حسب بناء على نوعية طبيعة ونوعية القلق. نعم. الذي تعاني منه يتم وضع تشخيص أحد اضطرابات القلق. مثال عندنا أنواع القلق، وكل نوع يكون لديه أعراض خاصة به، ولكن نحن بشكل عام يعني راح نذكر بعض التغيرات الفيزيولوجية والسيكولوجية لمرض القلق. التغيرات الجسدية الفيزيولوجية تحدد أعراض تالية: مثلا برودة الأطراف، زيادة نشاط الغدة الدرقية، اضطرابات المعدة، زيادة معدلات التنفس، سرعة ضربات القلب، مثلا تقلص العضلات، ارتجاف الأصابع، تقلص حدة العين، الدوار، كثرة التبول، جفاف الحلق، إلى آخره. أما التغيرات السيكولوجية النفسية تحدد بأعراض تالية أيضا: الخوف الشديد من شر مرتقب، توقع حدوث أذى، انعدام القدرة على التركيز، وبالتالي انعدام الثقة بالنفس. نعم. والرغبة دائما في الهروب من مواجهة المواقف، وصعوبة النوم والكوابيس وفقدان الأمن النفسي وتوتر دائم. تمام، هي بالنسبة للأعراض. أما كل نوع في عنده أعراض خاصة حسب نحن نعتمد على تشخيص معيار DSM، المعيار الدولي لتصنيف الأمراض. كل نوع له أعراض خاصة فيه، وكيف يكون مثلا كم عرض لازم يكون موجود، وكم المدة قديش حتى يكون
نحن نقدر نشخص انه معه هالاضطراب ولا لا. نعم. إذن هل تختلف حالات أعراض القلق من حالة إلى أخرى؟ طبعا اكيد يعني في اختلاف مثل ما حكينا هلا. بتختلف يعني مثلا في عندنا اضطراب قلق الانفصال بيختلف عن البانيك رهاب الاجورا فوبيا رهاب الصاع. مثلا القلق المعمم بيختلف عن اضطراب الهلع. يعني بيختلف من نوع لنوع، كل نوع له اعراض خاصه فيه مثل ما حكينا، كل نوع له تقنيات واستراتيجيات خاصه لتخلص من هذا الاضطراب. في مثل كمان رهاب اجتماعي والسمات الانتقائي واضطراب القلق المحدث بمادة الدواء. نعم. هذول هن الأنواع. أستاذ هيثم، الأسباب الرئيسية بشكل عام؟ هلا أسباب يعني نحن على وجود يعني اختلاف في وجهات النظر حول تفسير مصدر القلق ومنشئه. يعني هناك اختلاف كان انه حول مصدر القلق ومنشئه، بس الى ان هناك اتفاقا في الراي بان مرض القلق يعود منشأه الى اسس محدده، هي الاساس الفيزيولوجي للقلق، الاساس الوراثي، والاساس السيكولوجي. الاساس الوراثي يعني اثبتت الدراسات الكلينيكيه بوجود اساس جيني لاضطرابات القلق، وذلك بنسبه 15 ل 75% من الاقارب ومن الدرجه الاولى لمرض القلق يصابون به. وبالمقابل ان المعدل الاصابه التوائم الممثله هو 80 ل 90% و10 ل 15% من توائم غير متماثله. والاساس السيكولوجي نعم. من خلال خبرات مؤلمه لفقدان الامن النفسي وقلق الانفصال في مرحله الطفوله او تكون بسبب نموذج والدي. تحدثت عن أو صنفت لو أستطيع أن أقول أنك صنفت القلق بداية إلى نوعين أو قسمين. هل هناك أنواع أخرى للقلق والمصطلحات النفسية لهذا المرض؟ بداية تحدثت عن أن هناك قلق نفسي وقلق. أستاذ هيثم، هل أنت معي؟ أستاذ هيثم، هل تسمعني؟ يبدو أن الخط قد انقطع. زملائنا في الكنترول سيحاولون العودة إلى الاتصال بالسيد هيثم ونعود. أستاذ هيثم بوزو، المعالج النفسي من جديد، يسعد أوقاتك. كنا عم نتحدث عن أنواع القلق والمصطلحات النفسية لهذا المرض. أنواع إيه هلا نحن قلنا أنواع في لها 8 أنواع. اضطرابات قلق في عندنا اضطراب قلق الانفصال. نعم. هو نوع من أنواع القلق. في عندنا مثل ما قلنا أجورا فوبيا رهاب الصاح. نعم. وفي عندنا قلق المعمم، وفي عندنا قلق التوهم المرضي، وفي عندنا اضطراب الهرع بانيك ديز اوردر، وفي عندنا رهاب الاجتماعي سوشيال انزايتي ديز اوردر، وفي عندنا السمات الانتقائي واضطراب القلق المحدث بمادة الدواء. نعم. لو تشرح لنا مثلا اضطراب الهلع، اضطراب القلق بسبب مشكلة طبية. هلا اضطراب الهلع هي عبارة عن نوبات يعني. نعم. هو الخوف من النوبة نفسها.
يعني هلا مثل مهم. مثل شخص مثلا عنده سرعه دقات قلب، يخاف مثلا يطلع السوق. اذا طلع بالباص او لنفترض كل ما يطلع بالباص ارتفع دقات قلبه، مهم. فبتجي نوبة. يعني هو احمرار الوجه، بيصير يركز انتباهه على شخصه كاملة. فهون الخوف من النوبة نفسها هي السبب حدوث النوبة. مهم. فاضطراب الهلع حسب تشخيص DSM اللي لتصنيف دول الأمراض، يعني لازم تكون انه نوبتين اقل شيء موجود نوبتين كل سنه، على مدار السنه موجود نوبتين، والذروه وهي النوبه تستمر، هذا الذروه تستمر لمده 10 دقائق، وهذا الخوف يعني لما تجي النوبه. مهم. نعم. تماما. أستاذ هيثم، لو نتحدث أيضا عن اضطراب القلق الذي يأتي بنتيجة مشكلة طبية، مثلا مرضى السرطان لنقل لديهم قلق من الخوف من الموت أو لم تنجح العملية، فماذا تقول بشأن ذلك؟ اكيد يعني مهم. شيء واقعي، يعني شيء منطقي. يعني هلا الواحد مثلا مصاب بمرض وعاجز يعني عن مهم. الاعطاء، عاجز عن، بده يكون قلقه زائد. يعني اكيد هلا المصابين بالامراض يكون لديهم قلق زائد، يعني نسبه القلق يعني زائده لديهم نتيجه عدم قدرتهم على قيام بواجباتهم اليوميه او تامين متطلبات الحياه او الى ما هنالك يعني. مهم. هل هناك عوامل أخرى لخطر الإصابة بالقلق، مثلا الطفولة القاسية أو المرض؟ تحدثنا قبل قليل عن مرض السرطان مثلا. اكيد يعني هو الطفوله القاسيه ايضا يعني كمان يعني بيدخل من ضمن عوامل الخطر الاصابه نعم. بالقلق. ايه مهم. مثل المرض. هلا واحد لما يكون معه مرض اكيد بيكون معه قلق زائد، مهم. ونفس الشيء الطفوله القاسيه. المعامله الوالديه نحن ذكرنا قبل، المعامله الوالديه يمكن ربما تكون سبب في القلق. كيف يمكن تشخيص الإصابة بالقلق؟ في عندنا نحن معايير تشخيص DSM دوليه لتصنيف الامراض، مهم. نحن نعتمد عليها. كل مرض له معايير، لدينا معايير نعتمد عليها، معايير دوليه من خلال جلسات بمركزنا بجيان فاونديشن، نعم. من خلال جلسات، جلسه جلستين، يمكن تطول لثالث جلسه لحتى نعرف شو الاضطراب اللي معه. مهم. الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بالقلق؟ هلا الفئات ما في يعني احصاء، انه بشكل عام هو المراهقين هي انه اكثر عرضه هن اللي معرضين للقلق، يعني كون انه هن قدامهم مثلا متعدد من الاهداف، يعني دائما قلقين حول المستقبل، النجاح، الزواج، التفكير بكل شيء، يعني دائما هن معرضين اكثر يعني الفئه نعم. العمريه. نعم. هل يسبب القلق أمراضا خطيرة؟ الإصابة بأمراض بتسبب إذا استمر القلق وما تم علاجه مهم. أكيد يعني ربما يتحول إلى الاكتئاب، وبالتالي الاكتئاب يتحول إذا تطورت حالة الاكتئاب يتحول للانتحار كمان. نعم. نسبة الإصابة بهذا المرض في مناطقنا، وهل الأسباب متشابهة في كل الدول؟ هلا النسبة يعني بكل سوريا يمكن ما في 70 طبيب نفسي أو 50. نعم. يعني النسبة مو واضحة، ولحل يعني ما حدا حاطط نسبة واضحة دقيقة يعني. مهم. يعني للأسف يعني خاصة بمناطقنا هون، ويعني نسبة بعتقد أنه بين 12 ل 20%، خاصة بنتيجة هي الحروب والأزمات والضغوطات اللي عم تمر علينا. مهم.
كيف يتم علاج هذا المرض، سواء كان علاجا نفسيا أم بالأدوية كأدوية مضادة للاكتئاب والقلق؟ هلا مثل ما حكينا هو حسب الحاله، اذا كانت حاله كثير مستعصيه نحن هون في عندنا متعاقدين مع دكتور نفسي، بنحوله نعم. للدكتور اذا احتاج الادويه، مهم. او اذا كانت حاله بدها علاج معرفي سلوكي عن طريق علاج معرفي سلوكي، نعم. عن طريق جلسات او متابعه. كل اضطراب، نحن قلنا انواع، هو كل اضطراب لديه تقنيات خاصه فيه حسب التشخيص وحسب الاضطراب. نحن هون نتدخل بالنقاط. مهم. أستاذ هيثم، دعنا نتحدث قليلا أيضا عن الخوف. ما الفرق بين الخوف والقلق؟ تماما. هلا الخوف، نحن انا بدي اوضح للمستمعين، لانه هذا السؤال كثير سالت فيه انا. مهم. هلا الخوف انه هو قصير الاجل، يعني المده الزمنيه بيكون انه قصير الاجل. اما القلق بيكون طويل الاجل، مده زمنيه للحاله العاطفيه. هلا بحاله الخوف يركز على الحاضر، مهم. اما بحاله القلق يركز على المستقبل. نعم. بحاله الخوف كمان يعني محدد، انه موجه نحو تهديد محدد ومخصص، مثلا يا قاتل يا اهرب. في حاله الخوف مهم. انه في شيء انا خايف منه، يا بدي انا قاتل يا بدي اهرب اتجنب. مهم. اما في حاله القلق يعني موجه نحو التهديدات يعني غير محدده، وعند اقتراب التهديد لا يتعامل بشكل بناء مع الموقف، وبالتالي يعتبر الخوف سلوك ينشأ نتيجة مثير معين مهم. يستطيع الفرد معرفته والتخلص منه، وتكون حالة الخوف مؤقتة وعابرة. أما القلق ينشأ نتيجة مثير غير معروف، وبالتالي لا يستطيع الفرد التخلص منه غالبا لعدم معرفته المثير أي السبب، وعادة ما يستمر القلق وقتا أطول في بقائه. نعم. تحدثت عن تهديدات غير محددة في القلق، إذا ممكن تعطينا مثال على ذلك؟ قلنا في الخوف يكون توجه مخفف، مثلا هروب أو قتل. تماما. ايه هلا التهديدات نعم. غير، يعني هلا مثلا في مثلا باضطراب نوبات الهلع مثلا. مهم. مثلا تجي النوبه عنده تهديدات، يعني عنده افكار كارثيه، مهم. يعني هو بيعتقد انه اذا اجت النوبه راح يموت. مهم. راح يموت. اي تهديدات غير معروفه، يعني انه ما بيعرف النوبه ليش وشو ومشان شو يعني. مهم. تماما. تحدثنا إذن عن الخوف بأنه قصير الأجل، يكون ضمن الحاضر، والتوجيه تبعه يكون مخفف. لنتحدث إذن عن التوتر والقلق، ما الفرق بينهما؟ هلا القلق هلا نحن قلنا استخدام يعني كلمه القلق هو التعبير عن المشاعر. المشاعر والمشاعر هي توتر. نعم. يعني هون ما في هي يعني المصطلح القلق هو عباره عن مشاعر، والتوتر هو من ضمن المشاعر، يعني عدم الارتياح. إذن هل يؤدي هذا المرض إلى الموت؟ هلا الموت بإيد رب العالمين، بس المرض يعني نحن قلنا إذا ما اهتم المريض فيه وما عالجه وما راجع المراكز والأخصائيين النفسيين، ممكن أنه يتطور، يصير اكتئاب ويؤدي إلى انتحار أيضا. يعني هذا السؤال أو هذه الإجابة، متى يصل المريض بالقلق إلى مراحل حرجة وخطيرة على نفسه أو على المجتمع؟ تماما. إيه هذه إجابة يعني لهذا السؤال. الدراسات تبين يعني انه القلق والتوتر الذي يعاني منه هؤلاء الناس بشكل يومي عاده ما يرتبط مع التوتر الجسدي الشديد، والذي بدوره يؤثر على الصحه النفسيه عامه، مما يؤدي الى ضعف جهاز المناعه
ويؤدي إلى نشوء خلايا سرطانية. مهم. أستاذ هيثم، عدد حالات القلق التي أوردتكم كمنظمة جيان فاونديشن؟ هلا نحن مركزنا بداية كان صرنا تقريبا بحدود سنة بسوريا، أول مركز على مستوى سوريا بمختص بالعلاج النفسي. لدينا مشرفين سوبر فيجن بألمانيا بيشرفوا علينا. كان مركزنا بعمودة وانتقلنا على صامشلي حاليا. يعني بتجينا حالات كثيرة، يعني حسب التشخيص مثل ما قلت لك، يعني بيبين بعد يمكن بعد جلسة جلستين ثلاثة يبين شو الاضطراب. ممكن انه في عنا حالات اكتئاب، في عنا اضطراب هلع، في عنا كذا، يعني عدد من الحالات. كلمة أخيرة أستاذ هيثم. أنا يعني بوجه رسالتي للمستمعين والمشاهدين جميعا، إنه ياخذوا إنه ثقافة إنه يراجعوا المراكز المختصة، يراجعوا لأنه الصحة النفسية هي مهمة. يعني الجانب النفسي مهم مثل نفس جانب الأدوية. فرسالتي هي إنه للناس إنه يوجهوا لمراكز مختصة إذا حسوا بضغوطات أو إذا حسوا بأي شيء نفسي ممكن إنه يأثر على حياتهم، ممكن يعيق عملهم، ممكن إنه يعيق نومهم، تركيزهم، أي شيء، يراجعوا المراكز. وبحب إنه تنتشر هي الثقافة. وشكرا لكم. شكرا لك المعالج النفسي هيثم بوزو، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا لهذه المعلومات. أهلا وسهلا مستمعي ومتابعي بويرة فام، مكملين معكم بفقرات عطر الصباح ولكن بعد الفاصل.